وصول فوزي القجع إلى الولايات المتحدة الأمريكية فندت كل أكاذيب النظام الكبرانات، وهو الآن كيتواجد وحصل على الفيزا، وكانوا كيروجوا بأنه ممنوع دخول الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة أنه كيتاجر بالمخدرات. وحنا غادي نشوفوا بأنه متواجد في أمريكا وحضر مباراة المغرب ضد البرازيل. وقبل ما نمشيو لهاد المشاهد غادي نخليكم تسمعوا اش كانوا كيقولوا نظام الكبرانات مع الذباب ديالهم الالكتروني، ومن بينهم الخائن جيراندو وكذلك بعض المؤثرين. بافوزي الرجل الخارق الذي غير مستقبل المغرب، تقدر تقول لنا علاش ما عطاوكش الفيزا ديال الميريكان باش تحضر الحفل ديال القرعه؟ هذا سؤال، لان شفت الطباله والغياطه ديالك دخلوا سوق جواهم، ما هضروش على هذا الموضوع هذا، وما قالوش للشعب المغربي باللي فوزي القجع تم رفض التاشيره ديال الولايات المتحده الامريكيه ديالو. علاش؟ انا نقول لك علاش، لانك على لائحه دي او ا اللي هي مكتب مكافحه المخدرات الامريكي، لان حسبهم هما انك داخل في القضيه ديال المالي. داك الشيء علاش تم رفض الفيزا ديالك المعلم. وتكون شويه الشجاعه عندك الطباله والغياطه ديالك يخرجوا يهضروا عليها ويقولوها، او لا غيتسناو جيراندو تيهضر عاد غادي يخرجوا حقا ما حقا جيراندو قال والله العظيم الا ترفضت لك الفيزا ديال الميريكان بهذا السبب هذا. وتحياتي للسوبرمان ديال المغرب. والفضيحه الزوجه قال لك القجع بالوساطه وما بغاوش يعطيو لها الفيزا، مع العلم انه امريكا الحليف ديال المغرب، امريكا الحليف ديال المغرب وبوريطه الصديق ديال ترامب. مع ذلك القجع ما مدولاش الفيزا. والسي فوزي القجع يصول ويجول في امريكا وكانه امير. وحده عمدة نيويورك والزوجة ديالو، كذلك حدا موتسيبي ولاعب خرجة. صافي تقدر كذوب وبينوا لينا دابا، يلا فندوا هادشي اللي قلنا حنايا، ياك كذبناكم وكذبونا حتى نتوما، قلنا لا هادشي فوتوشوب لا غير اي. والله باليو وريونا حنا تيديكم السبع كيزقر في ميريكان. يلا اش غديروا؟ صافي سكتوا والله ينعلي ماشي. اسمع ونقي ودنك مزيان. السيد فوزي القجع والسجادة الحمراء، مرحبا بكم. استقبال السلطات الأمريكية للسيد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالسجادة الحمراء. اتفرشت له السجادة الحمراء عند باب الطائرة. الله، شيء غريب. تعرفين الجامعة الأمريكان يعني شوية ما عندهمش هم في الذوق قوي يعني، ولكن تفرش السجادة الحمراء للسيد فوزي القجع. علينا أن نتساءل، خاصة حين أيضا العالم كله شاف بعض الفرق يعني كده الأفريقية استقبلت في المطار وتم تفتيشها تفتيش ذاتي، وكاد يعني يلعهم الملابس هم مفتشوهم. وشوف تاني واحد تاني أيضا إفريقي لكن من المملكة المغربية يا عزيزي، هنا فرش له السجادة الحمراء. نتساءل لماذا يا جماعة الخير يا أمريكان هنا سجادة حمراء وهناك يعني شمس حارقة وفي أرض المطار؟ يا حضرات، في اعتقادي أن استقبال السيد فوزي القجع بهذه الطريقة ليس لكونه فقط رئيس الجامعة الملكية المغربية والبطولة الأفريقية الرائعة التي كان يعني على رأس منظميها، لكن أيضا الرصيد العميق للمملكة المغربية، الرصيد الحضاري. سيد فوزي القجع لا يمثل شخصه ولا حتى يمثل فقط المؤسسة الكروية التي يرأسها، بل يمثل دولة، يمثل مملكة. الأمريكان يعرفوا تماما قيمة المملكة المغربية ويقدرونها حق التقدير، وبالتالي شفنا حتى احنا البساط يا مسلم، البساط والتراموي تقريبا
وضعت عليه الإعلام المغربية. هذا يؤكد على الرصيد الحضاري العميق الذي تتمتع به المملكة المغربية حتى في عقول وأفعال الإمبراطورية. إذا عجبكم الفيديو ما تنساو لايك واشتراك، وتبارك الله عليكم إلى حلقة قادمة.